تخيل لو قلتلك إن في هاكر عايش جوه جمجمة، مش عدوك، مش حد بيكرهك، ده انت، أو بالأصح نظام التشغيل بتاعك. مخك مش هدفه يخليك صح، هدفه يخليك عايش بأقل مجهود ممكن. و80% من قراراتك مش نابعة من تفكير عميق، لا دي اختصارات، واختصارات ذكية بس أحيانا بتدمرك. وفي الحلقة ديت هوريك ازاي دماغك بتضحك عليك وازاي تمسك الدركسيون صح. خليني اصدمك بحاجة، دماغك بتمثل 2% من وزنك، ولكن بتستهلك 20% تقريبا من طاقة الجسم. يعني هي عضو مكلف جدا، فطبيعي تعمل ايه؟ توفر. العالم دانيال كانمان مع شريكه امس تفرسكي اكتشفوا ان دماغك بيشتغل بنظامين. النظام الاول سريع، تلقائي، عاطفي، وده بيشتغل من غير اذنك. النظام التاني بطيء، منطقي، تحليلي، ومحتاج مجهود. المشكلة ان النظام الاول هو اللي ماسك الدركسيون اغلب الوقت لانه موفر، وده اصل كل التحيزات المعرفيه. سنه 1999 عملوا تجربه بسيطه جدا، طلبوا من الناس يعدوا تمريرات الكوره في فيديو. في نص الفيديو دخل واحد لابس بدله غوريلا، ووقف في نص الفيديو وخبط على صدره ومشي. ولكن 50% من الناس ما شافوش الغوريلا. ليه؟ لان المخ ما بيركز على مهمه بيعمل حاجه اسمها inattentional blindness، اللي هو العمل الانتباهي. هو بيحجب اي حاجة مش داخل المهمة الاساسية. الدماغ مش بتشوف كل حاجة، الدماغ بتشوف اللي هي قررت تشوفه، ودي اول ضربة لوهم انا واعي لكل حاجة. كم مرة قلت هبدأ من بكرة، مذاكرة، دايت، جيم، ده اسمه بريزنت باس. دماغك بتفضل المكسب الفوري على المكسب الأكبر المؤجل. في تجربة شهيرة في ستانفورد يونيفرسيتي، العالم والتر ماشيل حط قدام الأطفال قطعة مارشميلو وقال لهم لو استنيتوا شوية هتاخدوا 2. بعضهم استنى وبعضهم أكل فورا. اللي استنوا كان عندهم تحكم ذاتي في حياتهم لاحقا، والطفل اللي أكل مش ضعيف، هو بس ساب النظام الأول يتحكم فيه. لو مقتنع ان في مدرس بيستقصدك، أي موقف سلبي يحصل تقول شفت أنا كنت عارف، واي موقف ايجابي يحصل لك تقول لا 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 ده صدفه. ده اسمه confirmation bias، تحيز التاكيد. في دراسه في هارفارد يونيفرسيتي اكدت ان البشر بيميلوا لاختيار المعتقدات اللي تدعم معلوماتهم حتى لو كانت اضعف منطقيا. انت مش بتدور على الحقيقه، انت بتدور على الراحه. العالم ادوارد ثورنديك لاحظ حاجة غريبة في الجيش سنة 1920. لما ضابط يقيم جندي انه قوي بدنيا بياخد تلقائيا درجات اعلى في القيادة والذكاء من غير دليل. ده اسمه هالو افكت، صفة واحدة ايجابية بتتنسخ على باقي الصفات. عشان كده الاعلام بيجيب لك موديل جميلة تعمل لك اعلان على ماكرو. ايه العلاقة؟ مفيش، بس دماغك بتعمل كوبي بيست. ليه تحس ان كل الناس ناجحة؟ تخش على السوشيال ميديا تلاقي كل الناس مسافرة، كل الناس حياتها مثالية، كل الناس ناجحة. دماغك بتحسب كل الاحتمالات بناء على اللي ظهر قدامك، اللي سهل التذكر يتحول في دماغك لحقيقة شائعة. ليه بنكمل في الغلط؟ تكمل فيلم وحش، تكمل في علاقة مستنزفة. ليه؟ عشان انت صرفت وقت. في مشروع لطائرة كونكورد استمروا يمولوها رغم الخسائر. ليه؟ عشان صرفوا عليها قبل كده كتير. مخك بيعمل كونكورد صغيرة كل يوم. العالمان دانيال كانمان وإيما تيفركي عملوا تجربة بسيطة بس مرعبة شوية. قالوا لمجموعة من الناس في مرض خطير هيصيب 600 شخص، وعندنا مجموعتين. المجموعة A هينقذ 200 شخص وده أكيد، والمجموعة B قالك 600 شخص ممكن يموتوا وممكن يعيشوا، ولكن أغلب الناس اختاروا المجموعة A. ليه؟ عشان الأكيد أحسن من المغامرة. جابوا مجموعة تانية من الناس وقالوا لهم نفس القصة بس غيروا أسلوب الكلام. المجموعة A 400 شخص هيموتوا ده أكيد، والمجموعة B 600 شخص ممكن يعيشوا وممكن يموتوا. وهنا المفاجأة، الناس هنا اختارت المجموعة B مع إن إنقاذ 200 بيساوي موت 400، نفس الرقم ونفس النتيجة. لكن مجرد تغيير كلمة إنقاذ 200 إلى موت 400 خلى الناس تغير قرارها بالكامل. يعني إيه؟ ده اسمه فريمينج إفكت. قرارك مش بيتحدد بالأرقام، بيتحدد بطريقة عرض الأرقام. لو قلت الامتحان سهل و80% نجحوا غير لما تقول 20% سقط، نفس المعلومة بس الإحساس مختلف والقرار مختلف. دماغك بتكره الخسارة أكتر ما بتحب المكسب، ولما الكلمة تتحط في إطار الخسارة فجأة تبقى مستعد تخاطر أكتر.
مش بسبب المنطق لكن بسبب طريقة عرض المعلومة. الجزء الأهم هو تعمل إيه لو عايز تتحكم وتمسك الدركسيون. اسأل إيه الدليل اللي ممكن يثبت إني غلط، وسيب القرار المهم ليلة كاملة، واكتب أسباب قرارك، لأن الكتابة بتشغل النظام التاني. واسمع رأي مخالف عمدا. أنت مش غبي، أنت عندك دماغ عظيمة اتصممت لعالم قديم، بس إحنا في عالم مختلف. أقوى إنسان مش اللي بيفكر أسرع، أقوى إنسان هو اللي يشك في أول فكرة تيجي في دماغه. كل مرة توقف نفسك وتسأل هو ده قرار واعي ولا ده مجرد اختصار عقلي، أنت بتكبر. ولو الحلقة ديت خليتك تشك في قراراتك فكده تمام. وبس كده، ما تنساش تكتب لي عايز ايه فكرة الفيديو الجاي في الكومنتات، وشارك الفيديو مع حد يقول لك دايما انا صح. وما تنساش اللايك والاشتراك وكومنت سريع. وما تنساش كالعادة تطبق